اصحاب العريس بيهشتكوا في العروسه لفوق ونزلوها لتحت، ويشطحوها لفوق ويشمروها لتحت. يا عم ده والعريس واقف اكنه مش واخد باله، فتح حنكه وبيضحك. ولا حياة لمن تنادي، غاب الحياء يا سادة. تابعوا الحكاية معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب القضايا وأخطر القضايا والحوادث والجرائم. أحداث هذه الحلقة مؤسفة جدا، لما فيديو انتشر على المواقع الإلكترونية وعلى السوشيال ميديا كالنار في الهشيم. ملايين المشاهدات حصدوا هذا الفيديو لعريس وعروسة في قاعة الأفراح أو الفندق، وأصحاب العريس المعازيم اتفاجئ إنه رافعين العروسة ويرفعوها لفوق وينزلوها لتحت، يشطحوها لفوق ويمرجحوها لتحت. طب ده المعروف إن العريس اللي أصحابه بيعملوا له كده يهشتكوا فيه ويرقصوه لفوق ولتحت. طب ماشي، لكن عروسة والعريس الغرب عمال يسقف وفتح حنك ويضحك وينهى والعروسة مبسوطة. طب ما هو يا خايب يا خايب، ما هم كده لما بيرفعوا العروسة وينزلوها الفستان بيتكشف وأجزاء من جسمها بيتلمسوها ويتحسسوها، يبقى أنت عنك اتكسرت العمر كله، العمر والمدى. يا أخي ده النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لمست يدي يد امرأة قط لا تحل لي. طيلة العمر بتاع النبي كله، وهو الراجل ملح كده والمظبوط كده. لكن نقول على الدنيا السلام. ما لا تزدير سالم لما قال: أقول لمن نبت له شاربان صار رجلا. هو كله طلع له شنب ودقن بقى راجل؟ ولا كل ستات ستات؟ ولا كل رجالة رجالة؟ أيوة لما يحصل ده. والعريس بعد الفرح لما لقي التعليقات والفيديو انتشر قال: يا عم الناس دي احنا مجتمع متحضر، الناس دي لسه عايشة في العهد الجاهلي متخلفين. طب يعني لما أصحابي يرقصوا عروستي، طب ما هم بيرقصوها قبل الفرح أو القصيدة كفر، أمال بعد الفرح لما يقولك البيت هيعملوا ما هم كده يعتبر اتحسسوا أجزاء من جسمها وتلمسوا، والكلام ده كليته دخل في بند الدياسة، ومكتوب على باب الجنة: لا يدخلها ديوس بالخط العريض إلا الديوس. لأن الديوس هو الذي يقبل الضيم في أهل بيته، يقبل الضيم في أهل بيته. الديوس هو الذي لا يغار على أهل بيته. دي كلام حاجة جديدة على مجتمعاتنا، ده حالات فردية. لكن احنا لما بنشرح مثل هذه الحوادث علشان يتعظ منها الغير ويتعلم منها الغير، لما عروسة كده تعمل كده كله هيقول: ادي، كله هيقول ده مش متربية. ايوه، دي لو عندها كرامة ومبدأ وشهامة ومبات طيب كانت قالت: لا، انتوا هتعملوا الجرسة والفضيحة دي والنكبة دي تهشتكوني كيف وتحسسوا أجزاء من الجسم كيف. لكن هي لابسة فستان معلنا من الفستان، حسابها عند الله. لكن ترسل درجة للشطح والردح والتهشتكة والتمرجحة في مجتمع، في مجتمع الغالبية العظمى منه مسلمين، واخواتنا المسيحيين مش هيرضوا حتى الموضوع ده يعملوه. الكلام الفاضي ده والله العظيم، ده الواحد ساعات بيشوف الفيديوهات دي اللي مش مصدق يخش على جوجل يقول الفيديو بتاعت هاشتاج العروسة. قد تكون جوجل يعني على طول جاهز. هنا السادة المشاهدين، وكمان الناس تسأل الراجل تقول له: رأيك؟ العريس يقول لهم: يا عم ده عالم مش متحضر ومتخلف. ويعني ما هو برضه لما اصحابي يتجوزوا اروح هاشتك النسوان بتاعتهم. طب انت تهاشتك وهم هاشتكوا، وخش بقى في تبادل الازواج وقول على الدنيا السلام. لما الدياسة اول قصيدة كفر تعمل كده من قبل الفرح، فإسلامك يا أخو فمبدأك وفكرامتك. فيديو انتشر جديد على المجتمع. طب الشاب ماشي يا عم، ارجعوه اشتكوه نزلوه اشطحوه، لكن واحدة ست وعروسة حبينا ننوه على مثل هذا الفيديو، لأن ده جرم عظيم ارتكب يا سادة، ارتكب في حق الزوج وحق الزوجة نفسها العروسة وحق المجتمع كله. محدش هيقبل الكلام ده أبدا، لأن الكرامة والعفة فوق كل شيء. الزوجة لها زوجها، لحد يطلع عليها لا زوجها ولا الكلام ده كله. لكن أولت من أولها أصحابه يشتكوها ويمرجحوها ويشطحوا فيها لفوق ويشمروا فيها لتحت. أنا بتكلم بلغة العامة عشان أنا زعلان، لأن المفروض دي مصر بلد عظيم ما يحصلش فيه الكلام ده كله.
مصر دولة محافظة ما يحصلش فيها الكلام ده كله. ما هو اخي وابن اخي. انا لما بسمع فيديو بنت موجودة، اختي موجودة، امي موجودة، يبقى كلنا بنسمع مع بعض. طب لما نشوف التمرجع والتهشتكة يبقى قول على الدنيا السلام. وليلة العمر زي ما بيقولوا حفلة جامعة ولامة وشاملة. تبص ده كله حصل، لكن الرق على الرباية. الرق على الرباية، لأن لو فيه رباية وأدب واحترام مش هيبقى فيه مثل هذه المواقف يا سادة. لأن الدنيا فترة بسيطة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى الصفارة كما قال العلماء، الملكان أو الملكين رقيب وعتيد يكتبوها تصفير وعلى الله التفسير. أنا مش شيخ ولا عالم، لكن أنا بقول قدر الإمكان المستطاع. كل اللي عملته لله مكتوب قدامك في كتابك وميزانك. سيدنا داود لما قال لسيدنا جبريل يا جبريل، الميزان ده كله، كفة الميزان ده كله أنا عايز أشوفها اللي بيقولوا عليها دي. شافها في الوادي، قال لي هيملاها يا أخي يا جبريل. راح سيدنا جبريل لربنا ورجع تاني قال له ربنا بيقول لك تملأ هذه الكفة، كفة الميزان قد السماوات والأرض. لما كشف عنها الحجاب وظهر لسيدنا داود عليه السلام أو سيدنا سليمان، قال له يا أخي يا جبريل، قال لي يملأ كفة الميزان دي. قال له كفة الميزان دي تملأها شق تمرة، أو يملأها شق تمرة خالصة لوجه الله. نص تمرة بلحة تصدق بقى كده خالصة لوجه الله تملأ كفة الميزان بتاعك والطب. لكن زكي بمليارات وملايين، لكن فلوس حرام، لا الطب ولا الكلام ده كله. أهم حاجة الحلال. يبقى هنا المرة حشمة، ولا تعمل النهاردة هيتحسب عليك بكرة. قال الشاعر وما من كاتب إلا سيفنى، ويبقى الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن ترى. وما من كاتب إلا سيفنى، ويبقى الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن ترى. اوعى تكتب بإيدك ولا تقول بلسانك حاجة انت مش عايز تقولها، هتلاقيها قدامك. سيدنا أبو بكر كان لما يتكلم يفحص الكلام الأول ويذاكره قبل ما ينطقه عشان يعرف رايح منه وجاي منه. وكان واحد جه فضل يسب في سيدنا أبو بكر ويشتم فيه، وسيدنا أبو بكر ساكت والنبي مبتسم. أول ما سيدنا أبو بكر اغتاظ، الراجل كتر عليه ومسخ عليه ودور الشتيمة والنار فيه، رد عليه سيدنا أبو بكر يا سادة. سيدنا أبو بكر رد عليه شتيمة، النبي غضب ووشه احمر وقام ومشي. فبعد الراجل ما مشي وشتم سيدنا أبو بكر وأبو بكر رد عليه شتيمة رضي الله عنه وأرضاه، راح للنبي والصحابة يا رسول الله أنت كنت بتضحك لما الراجل بيشتم أبو بكر، وعندما أبو بكر رد غلطه تغضب وتمشي؟ قال له ساعة كان بيشتم أبو بكر ويلعن فيه كان ربنا موكل ملك بيرد عليه ويقول لك بالمثل. لكن لما أبو بكر شتمه حضر إبليس الشيطان ورأس. مثل قديما يقول لك خايب اللي ما يرد جوابه الأبرة ولابه. ما ينفعش يا عم الكلام ده، ما ينفعش. ده احنا في مجتمع يعني مسلم متحضر، الناس تخشى الملامة. ما فيش حاجة اسمه مرة تتهشتك وتطلع وتظهر في الافراح كده وتنطر لفوق وتنزل لتحت. ما فيش حاجة اسمها مرة تلبس فستان وبدلة رأس في الفرح وجسمها هيبقى عريان. يا عم الكلام الفاضي ده زمان ايام الصحابة وقبل عهد الصحابة كمان كان فيه يعني احترام. حتى الجهل، حتى الجهل زمان قبل صدر الإسلام وفي عصر عهد الجاهلية، واحد كان عنده دكان وغاب عن الدكان ووعي، ومرته راحت تشوف الدكان بتاعه في السوق فرجلها عطرت في حجر أو طوبة وقعت انكشفت رجلها إلى ساقيها، يعني أطراف رجلها بانت لحد ركبها كده. فواحد راح قال له أنت ما تدريش عن اللي حصل؟ قال له الجو سيبي بقى المرة. قال له ده مرتك عطرت في حجر ورجلها كشفت لحد ركبها. قالوا لي يا جد طبت مساء؟ قال لها عمت مساء. قال لا مساء ولا طبت ولا عمت، أنت عليها كظهر أمي. أنت عليها كظهر أمي في الجاهلية، يعني خلاص أنت طالع. طب أنا عملت يا أبو عيال؟ قال لا عملت وأنا ما عملتش أنا لا آكل لبن الذي سقط فيه الذباب. هو اللبن أنا اتحط فيه وقع فيه دبان ولا اتغبر الشرب وطلقها؟ قال لها أنت علي كظهر أمي. انظر غيرة العرب في الجاهلية يا سادة، تقول لي أنت مرتك لابسة فستان بدلة رأس وقصير والكلام ده كله وأصحابك يهشتكوا فيها، وتقول لي ده احنا مجتمع مش متحضر.
قول على الدنيا السلام. ربنا يسترها علينا وعلى المسلمين ومجتمعاتنا كلها. دمتم في أمان الله.